انت كحيان يا محمد، يا محمد انت كحيان يا محمد، حتى التعريض مش فالح فيه يا محمد. ايه يا محمد، عيب كده يا محمد. بص حلقتنا النهارده نارية بمعنى الكلمة. قبل ما نبدأ حلقتنا لا ننسى الدعاء لاخوتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. طيب انت كحيان يا محمد ليه يا محمد؟ لان في موقف حصل للتاريخ. البيدج بتاع نادي بيراميدز حط كده صورة للشيبي وقال لك ايه بقى؟ قال لك بايده جامد برجله جامد، كل العيون عليه. على مين؟ على الشيبي. هوب كانتالوب فجأة كده بدون مقدمات، فجأة تحول الشيبي لمهاجم، بس مش مهاجم لنادي بيراميدز، مهاجم لنادي النادي الروماني، النادي الجيش الروماني. بقى مهاجم للجيش الروماني ازاي؟ اللي حصل يا صديقي ان فجأة الشيبي هو اللي حاطط الهدف بتاع الجيش الروماني في مرمى بيراميدز. هو اللي حط جون عكسي، هو اللي حطه بص على مرتين، استلم راح حاططها في الجون بتاعه. هدف للتاريخ. بص لا كوميكس ابن لعيبه، كل العيون عليه. يا اخي انت عينك دي فقر، اقسم بالله عينك فقر. بص ما تتكلمش في اي حاجه تاني، انت شكرا على كده، انت نتعت الواد عين، الواد جه الارض، الواد ما بقاش يفلح بعد كده. فثم بقى يعود مرة أخرى نادي بيراميدز بالتعادل أمام الجيش الروماني. بص يا صديقي والله الموضوع مضحك قوي. بص ندخل بقى على حاجة تانية، ونادي الزمالك كان بيلاعب مين؟ كان بيلاعب الشرطة الكيني. بص هو كلهم جيوش في شرطة وحاجات كده غريبة بنلعبهم في أفريقيا. طيب نادي الزمالك كان بيلاعب الشرطة الكيني، وكل المباراة عبارة عن عبد الله السعيد. ما هو؟ أين فريق نادي الزمالك؟ لا يوجد فريق لنادي الزمالك. لو هو ده الفريق نادي الزمالك اللي هيلاعبني في نهائي السوبر الأفريقي، انسحبوا بكرامتكم أحسن، انسحبوا بكرامتكم أحسن عشان هنهنكم لو لعبتوا بالطريقة دي. أنا مش عايز الزمالك يبقى بالطريقة دي، أنا عايز الزمالك يبقى واقف كده شامخ. الزمالك طول عمره شامخ، عايزينه يبقى شامخ مش رامخ. مش عايزين الزمالك يبقى رامخ، عايزين يبقى فرقة قوية تنافس النادي الأهلي، وفي الآخر برضه الأهلي اللي هيكسب عشان ده سيناريو. تمام؟ ده سيناريو مكتوب باسم النادي الأهلي، ده تاريخ الأهلي، تاريخه معروف كل تواريخه. طيب ندخل بقى على الأهم من كل المواضيع اللي فاتت وكل المباريات اللي فاتت. لكن عايز أقول لك إن الوحيد اللي كان بارز في ماتش نادي الزمالك هو عبد الله السعيد فقط. غير كده ما شفتش واحد من تشكيلة نادي الزمالك، وندمت إن أنا اتفرجت على المباراة. مباراة مملة جدا وخنيقة. طيب ندخل على حاجة تانية، والنادي الأهلي يهدد بالانسحاب من السوبر الأفريقي. بوم بوم بوم. الأهلي خلاص جاله ضيق تنفس وما بقاش قادر يتكلم. قفلت مع الأهلي. الأهلي لما بيهدد بحاجة بيعملها، ركز على بيعملها دي. نادي الأهلي ليه بيهدد بالانسحاب من السوبر المصري؟ علشان طبعا النفاق بتاع الاتحاد شامل بقى، رابطه بكل جوانبه. اللي حصل يا صديقي ان النادي او الاتحاد المصري لحد دلوقتي لسه ما اعلنش عن عقوبات بيراميدز ولا عقوبات نادي الزمالك. عمل ايه فريق بيراميدز؟ فريق بيراميدز مروان حمدي شتم جمهور الاهلي بما فيه. جمهور الاهلي واحد وبأشد الشتايم بالأم. طيب ده يتعاقب بيه؟ ده يتعاقب بالسجن اصلا. وجي بعد كده بقى واحد زي مثلا دونجا اللي طلع طبعا على مش عارف على مواقع السوشيال ميديا، وفي معنى الكلام بيقولك ان الحكم ده مرتشي. الحكم مرتشي؟ انتوا بتلعبوا قدام النادي الاهلي، فانت اكيد يعني الحكم ده مرتشي من النادي الاهلي، فانت كده بتهين النادي الاهلي وبتقول على النادي الاهلي العظيم ابو كيان كبير الاداره اللي مفيش منها اتنين في مصر والشرق الاوسط، بتقول عليها مرتشيه. طيب ده انت بلح، انت عيل بطيخ. هو ده القصة. النادي الاهلي بيطعن في شرفه وادارته. فانت عايز ايه من النادي الاهلي غير ان هو ينسحب؟ وبرضه الموضوع بتاع جوزيه جوميز عمل ايه؟ جوزيه جوميز زق الحكم في ماتش المصري، زق الحكم، بيقول لك ان الحكم اصلا ما اشتكاش عليه. ما ده حبس بقى سيادتك.
لسه العقوبات دي كلها ما ظهرتش، الكلام ده من شهرين سيادتك، انت صباح الفل. انت لو الاتحاد المصري كان بيشوف شؤون العالم، لو هو كان الفيفا كان زمانه رد وكان زمانه طلع عقوبات. اشمعنى في عقوبات النادي الاهلي لبلب سلخ؟ عقوبات الاهلي سلخ ليه؟ عشان الزمالك هيهاجمنا. لا 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 استخبى، ما نقدرش على هجوم الزمالك ولا اعلام الزمالك. ايه يا عم، ما خليك كده واقعي، خليك واحده واحده بقى، مش كده يعني. انت عاقب اللي يستحق العقاب، عاقب الاهلي يستحق العقاب عاقبه. كهربا العقوبه بتاعته طلعت في قد ايه؟ 24 ساعه، اقل من 24 ساعه كان يتعاقب والعقاب تم واتخصم له من هنا ومن هنا. الشحات نفس الكلام، الشحات نفس الكلام. فانت فين عقوبات بقى بيراميدز؟ فين عقوبات نادي الزمالك؟ بطيخ. النادي الاهلي بيهدد من انسحابه من نادي السوبر الافريقي اللي مكون من 4 فرق، الاهلي وسيراميكا والزمالك والكارت الذهبي. من هو الكارت الذهبي؟ نادي عذرا، الاهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك هو الكارت الذهبي. طيب ده الموضوع، والاهلي فعلا يهدد بالانسحاب. طيب تشكيله النادي الاهلي امام نادي جوماهيا الكيني، وده بطل كينيا بقى، مش زي الشوطه اللي انت كنت بتلعبه. طيب اهم حاجه في الموضوع كله المعلق. المعلق بتاع نادي الزمالك كان مين؟ علاء علام، اسمه ايه؟ بلال علام، معلقا وواصفا للمباراه. مش عارف، ما بحبوش. طيب مين بقى المعلق ماتش الاهلي؟ عامر عبد الله، وما ادراك ما عامر عبد الله. والماتش الساعه 3 العصر في وقت رخم بالنسبه لي في الشغل، لكن انا هسمع الماتش عشان عامر عبد الله والاهلي. طبعا ماتش يتسمع بصوت عامر عبد الله، مزيكا. فاكرين يا جماعه الماتش التاريخي النادي الاهلي فاز بيه 4-0؟ فاكرين الماتش ده؟ كان تعليق برضه عامر عبد الله، والجامد بس هو اللي يقول لي ده كان ماتش ايه. طيب تشكيله النادي الاهلي المتوقعه لمباراه جوماهيا الكيني هيبقى طبعا كالعاده: في حراسه المرمى محمد الشناوي، على الجنب اليمين محمد هاني، على الجنب الشمال الوفد الجديد اللي اول مباراته مع النادي الاهلي هتبقى في دوري ابطال افريقيا وهو يحيى عطيه الله. في السرد باكات كنت اقول محمد عبد المنعم، الله يمسيه بالخير. في السرد باكات رامي ربيعه وياسر ابراهيم. قدام شويه في خط الوسط هيبقى مروان عطيه، امام عاشور واكرم توفيق. قدامهم في الهجوم على الجنب اليمين بيرسي تاو، وعلى الجنب الشمال ابننا حسين شحات، وفي الهجوم الفدائي وسام ابو علي. ودي التشكيل المتوقع، وقول لي برضه تشكيلتك المتوقعه للمباراه. وباذن الله النادي الاهلي يحقق الفوز في كينيا. طيب اتمنى والله تعالى الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش دعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.